السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. انا مش بعمل وصفة خالص، انا بعمل اكلة بتدخل قلبي كده من غير استئذان. طبعا ما تطلعوش تقولوا ايه الهبلة دي اللي طالعة تعمل لنا جبنة قديمة وهي وصفة. لا، مش وصفة، بس عايزة اقول لكم حرفيا انا بحب الاكلة دي جدا. اعملها فطار في عشاء. احنا دلوقتي بعد الساعة 12، نفسي راحت لها، قلت هقوم اعملها وهاكلها وامر العيش كده. بس حبيت ايه اعملها معاكم كده واقول لكم انا بحب احط فيها ايه. طبعا الجبنه القديمه الروعه التحفه ملهاش حل. دي مش وصفه زي ما قلت لكم عشان ما تضحكوش عليا وتقولوا ايه الهبل ده. بس انا بحب بقى اقول لكم انا بحط فيها ايه. القوطه والفلفل الحراق والخيار والفلفل الرومي. هاتي كل الخضره اللي عندك. ويا سلام بقى لو عندك كمان بقدونس حته كده حطي، شبت حطي، مش هتقول لا. خطيره. ولازم طحينه. والجبنه القديمه بقى الميكس دي، بصوا الجبنه دي بقى دي عباره عن ايه؟ اللي هي بواقي الرومي على بواقي لانشون وزيتون ومش عارفه ايه. دي ولادي بيحبوها. انا احب بقى الجبنه القديمه دي اللي انتوا شايفينها دي، اللي بتبقى سكه خالص، دي ما فيهاش اي حاجه. ومع جبنه قريش هنحط بحب الجبنه الرودس دي جدا، طعمها حوار. انا كنت دايما اجيب دومتي حلوه برضو، بس الرودس احلى واخف كده، بحس انها مش بتكون مدهننه كده. خفيفه، عامله زي الجبنه التلاجة كده شويه، قريبه ليها. حلوه قوي. برضو هنحطها. اي جبن عندك في التلاجة حطيها بقى في الاكله التحفه دي، ملهاش حل. نقطع الطماطم، الأكلة الخطيرة. أكيد يا جماعة كلكم بتعشقوها، يعني مفيش حد بيختلف على الأكلة دي خالص. يعني أنا ممكن تبقى غدا عشاء عادي جدا، حكاية يعني. وسلام بقى ما تعمليها ومعاها بتنجان بقى مقلي وشوية بطاطس محمرة. وبعدين خلاص بقى، مش هقول لكم بقى والله احلى من الفراخ واللحمه. هو خلاص اصلا فراخ ولحمه ايه؟ الحالة الاقتصادية متدمرة عند الناس كلها خلاص بقى. الغلا مخلي الناس مش عارفة تاكل ايه. وعلى قد كده يعني هي الأكلة دي والله برضو مكلفة. مفيش حاجة مش مكلفة. اللي يقولك نعمل كذا عشان الحاجات غالية ونلم الدنيا شوية. لو عملنا شوية فول وبتنجان والجبنة اللي أنا بعملها دي والله بتكلف برضو. مفيش حاجة ما بتكلفش دلوقتي. خلاص ما بقاش في أكلة اقتصادية واكله غاليه، كله بقى زي بعضه دلوقتي. خلاص لان الناس الله يكون في عون الناس كلها. الناس جابت اخرها والله العظيم. الله يكون في عونهم وفي عوننا. كل الناس يعني عندها اولاد والتزامات والمدارس وخلاص. الناس هتعمل ايه بجد؟ حطوا بقى الطماطم الخطيره دي في البوله. يا جمالها وهي نازله في البوله كده، حوار. خيار بقى، شرحها كده من كل حته. جمدان جمدان بجد. اللي هيشوفني يقوم يعمل الاكله دي وادعولي بقى. الجبنه القديمه الرهيبه دي. وننزل بالخيار، يلا بينا. وبعدين ندخل على الفلفل، حدة فلفل رومي كده. بعشق الفلفل الرومي، بحب اكله كده لوحده. بصوا الاكله محتاجه شطشطه، ها اصلها ناقصه. علشان ايه؟ تاكلي الفلفل الحراق ده مع الجبنه القديمه المولعه على طول البواسير تيجي وتحضر. احنا ما بيهمناش، احنا ستات جامدين على فكره جدا يعني. وسع للفلفل، يلا بينا. ننزل بقى بالميكس الرهيب ده، الجبنه الخليط والجبنه السك والجبنه القريش. وننزل كل ده على الطماطم والفلفل والخيار. انا مش بعمل وصفه، ها، انا بس بجري ريقكم.
بجري ريقكم، ركزوا معايا، مش بعمل وصفة. الجبنة دي بقى بتودي الدنيا في حتة تانية خالص. جبنة رودس دي هتخلي الطبق ده في حتة تانية. شايفين؟ معلقة حلوة كده. قلب بقى. لا لسه طحينة. ننزل بقى بشوية طحينة كده. شايفين يا جمالها؟ اوعوا تعملوها من غير طحينة، ما تنفعش، انا بقول اهو لازم طحينة. الزيت بقى، شوية زيت كده حلوين. قلبي بقى، قلبي بقى الميكس الرهيب ده مع بعضه. الله، الجبنة القديمة يا جماعة ليها ريحة كده بتبقى حلوة قوي. ريحة الجبنة القديمة فظيعة يا جمالها، ملهاش حل. ايه ده؟ انت معايا في الحوار؟ هتدخلي معايا يا سما في الجبنة دي؟ الريحة خرمت مراخيرك ها؟ بجد. هتاكلي رغيف ولا اتنين؟ اتنين يا مفترية. فظيعة 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 فظيعة. اديله بقى شوية زيت على الوش يا سيدي. قمرت العيش. تعالوا ندوق بقى الميكس اللي انا عاملاه ده. حوار. حاضر يا سما، اصبري اما ادوق انا الاول. يا لهوي، طعم الفلفل فيه تحفة، مولعة بس حوار. يلا قوموا اعملوا بقى الجبنة القديمة دي كده زي، وقمروا رغيفين عيش وعيشوا بقى خطير. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.